المشكلة رقم 4، وهي لما تكون حاسس انك تعبان مش مرتاح ومش عارف تنام بسهولة، يومك مضغوط وبتنام وانت مجهد نفسيا. الحل يا بطل في مساعد شخص دلوقتي اسمه PI.AI. ده مساعد ذكي بتكلمه صوت ويفهمك ويشحنك طاقة إيجابية. ممكن تعتبره كصديق افتراضي Virtual Friend. بتسجل على الموقع ده وبتبتدي تتكلم مع صوت أو كتابة. جرب تقول له مثلا أنا حاسس إن أنا متوتر جدا، ممكن تساعدني إن أنا أهدى. هيبدأ صديقك الافتراضي يوجهك بأسئلة تأمل بسيط أو يسألك أسئلة تفريغ نفسي. النقطة رقم 5 والأخيرة معانا النهاردة هي أحيانا ما بنبقاش عارفين نوصل أفكارنا باحترافية عن طريق إيميل، سواء كنت بتقدم على وظيفة أو بتكلم عميل أو بتبعت إيميل لزملائك في الشغل. في عندك أداة بسيطة ممكن تنزلها على اللابتوب أو على الكمبيوتر بتاعك اسمها Grammarly Go. دي أداة تقدر تكتب لك إيميل احترافي بصيغة وبلغة مناسبة للفكرة أو المحتوى